رجعنا لكم النهاردة بجزء تاني لحيوانات أليفة أكتر غرابة. تفتكر إنك شفت كل حيوان غريب في العالم؟ أكيد لأ، لأننا جبنا لكم النهاردة كائنات جديدة ونادرة زي قطة عندها 8 أرجل أو كلب عنده عضلات. فسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. استعد اللحظات مليئة بالدهشة والإثارة، لأن الفيديو ده هيخليك تشاركه مع أصحابك. جاهز؟ يلا بينا. ده كلب كوازيمودو، هو كلب راعي ألماني أصيل. اتسمى الكلب ده على اسم شخصية أحدب نوتردام، وهو بيعاني من حالة نادرة جدا وهي متلازمة العمود الفقري القصير، وده اضطراب وراثي نادر بيخلي الكلب ده عنده جذع قصير وظهر منحني، عشان كده بيقارنوه بشخصية كوازيمودو. والحالة دي بتأثر على القفص الصدري، فالكلب ده بتشوفه كأن ملوش رقبة وما يقدرش يحرك راسه. لكن بالرغم من كده الكلب ده بيمارس أعماله اليومية زيه زي أي كلب عادي، وبيحب اللعب معاه واحتضانه، وبيحس بالشخص اللي بيحبه وبيهتم بيه. ممكن يكون للقطط 9 أرواح، لكن مش كل القطط عندها أكتر من 4 أرجل. هي قطة واحدة بالتحديد اسمها باولي ما بيقلش عدد أرجلها عن 6 أرجل، ولقوها في عيادة بيطرية بالصدفة. كانت بتعاني من صعوبة في المشي، والأطباء بيعتقدوا إن السيقان الإضافية لباولي كانت من قطة صغيرة ما اكتملتش في رحم الأم. وباولي مش هي القطة الوحيدة متعددة الأرجل في العالم، لأن في عام 2001 اتولدت قطة ب8 أرجل، لكن للأسف ما عاشتش القطة الصغيرة دي مدة كبيرة. مش بس القطة الأخطبوط دي كان عندها 8 أرجل، لكن كمان كان عندها 4 أذن. سبحان الله. يودي هي قطة ب4 أذن. القطة دي عندها 4 أذان، لقوها زوجين في شيكاغو عام 2006 وقرروا ان هم يتبنوها، وبعد كده عرفوا ان عندها ميزة فريدة وهي أذنين إضافيتين. الشيء الغريب هو ان الأذنين الإضافيتين دول مش متصلين بالجمجمة، بالرغم من ان يودا قطة عادية لكن عندها هوس شديد بالخبز. توبي كلب ب2 أنف. توبي ده كلب راعي استرالي، كلب مميز جدا لأنه مش عنده أنف واحد بل أنفان. عثرت عليه مجموعة لإنقاذ الحيوانات وهو بيتجول في شوارع كاليفورنيا. اتنشرت قصته، وقبل ما مجموعة الإنقاذ تاخده، الشخص ده اسمه تود راي أخد الكلب توبي ده واهتم بيه. وتود مش بس بقى مالك لكلب مميز، لا كمان تود معاه الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس لامتلاكه أكبر مجموعة من الحيوانات اللي عندها رأسين. فلما شاف توبي لديه أنفان قرر يتبناه، واعتقد الأطباء البيطريين إن توبي هيواجه مشاكل، بالرغم إنه بيتمتع بصحة كويسة وعنده حاسة شم قوية جدا غير عادية، أكتر كمان من الكلب العادي، وبيعتقدوا إنه يقدر يشم أحسن من أي إنسان بما يتراوح بين 10,000 ل100,000 مرة. ومن أهم مهاراته إنه بيعرف يستعيد الكورة في اللعب أكتر من أي حد تاني. الكلب أطلس أكبر كلب حي في العالم، وهو ألطف عملاق تم تربيته في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان أطلس هو الكلب الوحيد في قطيعه اللي أقدامه كبيرة جدا بحيث ما يقدرش يمشي عليها في الجزء الأول من حياته. بالعافية كان بيقدر الدنمارك العملاق ده إنه ياخد خطوات للمشي من غير ما يقع، والموضوع بقى صعب لما كبر وكبر حجمه. ولما كان عمره 6 سنين كان وزنه 102 كيلو جرام، بالإضافة إلا إنه كان مخيف بارتفاع 104 سنتي. وغالبا مكافح مالكه عائلة ساي أطلس لاستيعاب الكلب العملاق ده. لما انتقلوا ما قدروش يلاقوا بيت فيه طرقة يقدر أطلس إنه يعدي فيها بأمان، وعملوا له طوق مخصوص ليه، وكان لازم الطبيب البيطري يجيله باستمرار عشان يطمن على صحته. وكان صعب كمان إدخاله للسيارة، لكن الكلب كان سعيد جدا لأنه بيقضي معظم وقته مسترخي في المنزل. القطة بوجهين ملونين نارنيا. ممكن تحتار في اختيار قطة بيضاء أو قطة سوداء. تخيل يكون عندك قطة فيها الاتنين مع بعض متقسمين نصين، والحالة دي اسمها كيمراكات. القط الصغير بيتولد بخليتين منفصلتين في نفس الجسم، ولكل منهم تركيبته الجينية الخاصة. وفي حالة القطة نارنيا اتشكلت الخلايا دي على منطقة الرأس،
فبقى مظهره مميز بلونين، نصف وجه اسود والنص التاني رمادي. واستحوذت نارنيا على قلوب ملايين الناس حول العالم، حتى عينيها مميزة، فالعيون الزرقاء دي بتبقى نادرة في القطط البالغة، هي أكتر انتشارا في سلالات معينة من القطط وهي السيامي. بعد كده خلفت نارنيا قطتين ورثوا منها لون وجهها المميز وفروها الرائع، وتقدر تتعرف على نارنيا من خلال الخط في منتصف وجهها، وسبب الخط ده بيعتقد الخبراء انه نتيجة اندماج جنينين في الرحم، بالتالي فهي عندها خلل وراثي نادرا ما بيحدث في القطط. القطة ميت ديو دي بوجهين، قطة رائعة عندها حالة نادرة اسمها تضاعف الجمجمة والوجه، يعني اتولدت بأنفين يعملان وفمين بياكلوا بشكل مستقل و3 عيون، على عكس معظم القطط اللي بتعاني من الحالة دي واللي بتعيش أيام معدودة وبعد كده بتموت. لكن القطة ديو اتحدت الصعاب وهي دلوقتي عندها 4 شهور بعد الرعاية المخلصة لمالكها اسمه رالف. ومع ذلك مش ديو بس القطة الوحيدة اللي عندها 2 رأس، لأن ده القط ذو الوجهين الأكثر شهرة وهو فرانك وولوي. وعاشت القطة دي فترة كبيرة وتم الاعتراف بيها كأطول قطة عمرا من موسوعة جينيس للأرقام القياسية في عام 2012. وعلى الرغم من ولادتها بوجهين، عاشت فرانك حياة كاملة لمدة 15 عام قبل وفاتها. الكلب الكيرفي ساندي ده كلب راعي ألماني اسمه ساندي، اتولد في اليونان بتشوه غير عادي محدش شافه قبل كده، وده لأن الأرجل الأمامية منحنية بشكل غريب لدرجة إنه كان لازم يمشي على صدره في البداية. والكلب ده بيعاني من ضعف البصر الشديد، وللأسف ما كانش فيه أمل للكلب المسكين ده لحد ما انتشرت قصته، وبعدها أرسلوه لمدينة كامبريدج الإنجليزية بعد ما جمعوا له أموال ونقلوه لملجأ للحيوانات، حتى إن متجر الحيوانات الأليفة اتبرع له بسرير جديد وألعاب. ساندي تلقى كل الحب والاهتمام وحتى الرعاية الطبية اللي محتاجها. بعد ما خضع لجراحتين وجلسات للعلاج الطبيعي قدر يعيش حياة طبيعية هادئة. ويندي ذوبت أقوى كلب في العالم، هي كلبة مشهورة عالميا وبقت تعرف إنها أقوى كلبة في العالم، وانتشرت قصتها في وسائل الإعلام زي نيويورك تايمز توداي شو وإنسايد إديشن، وتم تسميتها برضو اسم ويندي باسم أرنولد شوارزينجر للكلاب، وكان وزنها 27 كيلو جرام. كان عندها عضلات سميكة لحد رقبتها، وعندها طفرة جينية نادرة جدا خلت ويندي أتقل مرتين من كلب ويبت المتوسط. وبالرغم ان عضلاتها خلتها قوية ومشهورة، لكن منعتها من الجري بسرعة زي باقي الكلاب التانية، وبرضه ما تقدرش تدور او تلف بسهولة. وللأسف اليوم ويندي ما بقتش موجودة في عالمنا. بعد كل اللي شفناه النهاردة قول لنا أي حيوان فيهم كان أكتر غرابة بالنسبة لك، ولو تعرف حيوان أليف مميز اكتب لنا عنه في التعليقات. ولو لسه ما شفتش الجزء الأول هسيبهولك دلوقتي في شاشة النهاية. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان تتابع كل الحلقات الجاية. وختاما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ودمتم في أمان الله. مع السلامة.